لو عندك مشاكل في الذاكرة والتركيز في المذاكرة وبتنسى كتير، تابع معايا لآخر الحلقة. المخ بيحتاج فيتامينات وعناصر غذائية معينة عشان تساعد المخ على التركيز أكتر في المذاكرة، والنهاردة هنعمل عصير موز وبلح ومكسرات عشان نساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز في المذاكرة وتقوية المناعة بإذن الله. ويلا نعرف معلومة سريعة عن فوائد فاكهة الموز. يعتبر الموز من الفاكهة المهمة في تحسين نشاط المخ والوظائف المعرفية، وكمان الموز مليان بالعناصر الغذائية والفيتامينات، وبكده الموز بيساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز في المذاكرة وتقوية المناعة بإذن الله. وهنستعمل في عصير الموز البلح أو التمر، عشان البلح مليان بالفيتامينات زي فيتامين بي 6 وفيتامين سي، ودي فيتامينات بتساعد في تحسين عمل المخ وتحسين المناعة، وبكده البلح بيساعد على تقوية المناعة وتقوية الذاكرة وزيادة التركيز في المذاكرة بإذن الله. وهنستعمل في عصير الموز والبلح مكسرات الفول السوداني، عشان الفول السوداني مليان بالفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة للمخ والجسم، وبكده الفول السوداني يعتبر من المكسرات اللي بتساعد على تقوية المناعة وتقوية الذاكرة وزيادة التركيز في المذاكرة بإذن الله. ويلا نعمل عصير الموز والبلح والمكسرات مع بعض، والمكونات دي تنفع لشخص واحد. يلا هنجيب صباع موز ونحطه في الخلاط بسم الله، ونزود مكسرات الفول السوداني، ونزود على العصير 3 بلحات مغسولة كويس وشايلين منهم النوى، ونزود على عصير الموز كوباية مية، ونشغل الخلاط. وبكده عصير الموز والبلح والمكسرات بقى جاهز نشربه. وما تنسوش تعملوا لايك للحلقة وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. وبكده يبقى احنا عرفنا ازاي نعمل عصير موز وبلح ومكسرات عشان نساعد على تقوية المناعة وتقوية الذاكرة وزيادة التركيز في المذاكرة بإذن الله.